السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الدرس سوف نقوم بحل المثال الثاني الموجود في صفحة 114 من الكتاب. المثال في نهاية المشروع إن شاء الله سوف نصل إلى هذا المطلوب، بحيث أضغط ننفذ المشروع، بحيث أضغط على هذا الزر الكوماند الأول اللي غيرت الكابشن مالته وسويته أحمر، يظهر لي هذا الليبل يتغير باللون الأحمر والأخضر. هذا الليبل الثاني يتغير باللون الباك كلر، الليبل الثاني يتغير باللون الأخضر، وكذلك اللون الأصفر. إن شاء الله نفتح مشروع جديد. هذا مشروع جديد. الفورم نكبر هذا الفورم، نأتي بثلاث ليبلات. الليبل الأول نكتبه أحمر، الليبل الثاني كذلك، أخضر، الليبل الثالث أيضا نغير الكابشن للليبل الثالث وتكون باسم أصفر. نجلب ثلاث كوماندات. الكوماند الأول أيضا غيره باللون الأحمر من الكابشن، والكوماند الثاني يكون أخضر، والكوماند الثاني أخضر، والثالث يكون أصفر. الآن انتهينا من تصميم المشروع. نبدأ بكتابة الكود. مثل ما تعلمنا بالدروس السابقة، أدخل للكود من خلال الضغط مرتين متتاليتين على الكوماند. نكتب label 1 دوت باك كلر يساوي، إن شاء الله أكمل الشفرة وأشرحها، VB يلو. أو الليبل الأول تكون باللون الأحمر ريد. هذه الشفرة، معنى هذه الشفرة VB هنا، معنى هذه الشفرة أعزائي أنه عند الضغط على الكوماند الأول اذهب إلى الليبل الأول وغير الباك كلر للليبل الأول واجعلها باللون الأحمر. أعيد، عند الضغط على الكوماند الأول اذهب إلى الليبل الأول واجعل قيمة الباك كلر للليبل الأول هي باللون الأحمر. أما ال VB هي دالة لفتح مكتبة الألوان المتواجدة في لغة الفيجوال بيسك. نطبق فقط هذا الإيعاز، إذا وجد خطأ نصحح الخطأ إن شاء الله. لا يوجد أي خطأ. أضغط على الزر كوماند الأول، يذهب إلى الليبل الأول ويغير الباك كلر للليبل الأول ويجعلها باللون الأحمر. كذلك نكتب بقية الشفرات. الليبل الثاني طبعا أنا للسهولة سوف أنسخ، أغير الليبل الثاني، يكون الليبل الثاني واللون نريده باللون الأخضر جرين. وكذلك الشفرة الثالثة الليبل الثالث سوف يكون هذا الليبل الثالث ويكون يلو. أنفذ المشروع، أحمر، أخضر، أصفر. إلى هنا انتهى الدرس. في أمان الله.